بص كده للتفاحة اللي في ايدي دي، لونها ايه؟ احمر صح؟ بتلمع ومغرية وشكلها يفتح النفس بصراحة. طب ايه رأيك بقى انك لو قفلت نور الأوضة اللي انا فيها دلوقتي دي، التفاحة دي لونها مش هيبقى احمر. التفاحة دي ملهاش لون اصلا، ولا مش لان الدنيا ضلمة وانت مش شايفها، لان التفاحة في حد ذاتها وفي حقيقتها المطلقة ملهاش لون اصلا. النهارده احنا مش جايين نتكلم عن الالوان بس، احنا جايين نكتشف السينما اللي جوه دماغك، العرض الحصري اللي مخك صممه على مقاسك انت بس. اهلا بيك في عالم الكواليس، العرض السري اللي مفيش مخلوق يعرفه غيرك انت. بص يا صديقي، احنا فاكرين ان الالوان دي حقيقة مطلقة، بس الواقع الفيزيائي بيقول لنا ان الكون بره عبارة عن ماكت من فلين، لا طعم ولا لون ولا ريحة، عبارة عن طاقة وجسيمات جافة وصامتة. الحقيقة ان التفاحة مش حمرا ولا حاجة، التفاحة طماعة بيقع عليها الموج الابيض اللي شايل كل الاطوال الموجية، فتمتصهم كلهم وما تعكسش غير طول موجي محدد رقمه حوالي 700 نانو متر. الموجة دي بقى بتطير في الهواء، هي عبارة عن رقم أو اهتزاز فيزيائي، مش لون أحمر. الوردة لونها مش أحمر، الوردة رفضت الموجة دي وطردتها بره، فعينك شافت حرفيا اللي الوردة طردته. طب ازاي الرقم او الاهتزاز الفيزيائي ده بيتحول للون اللي احنا شايفينه؟ الموجة ال 700 نانو متر دي بتدخل مخك، بتخبط في شبكية العين. الشبكية جواها 3 أنواع من الخلايا المخروطية، بس نوع بيلقط الموجات القصيرة اللون الأزرق، ونوع للموجات المتوسطة اللي هي الأخضر، ونوع للموجات الطويلة اللي هي الأحمر. وهنا بيشتغل الماتريكس الفعلي. الخلايا دي بتاخد الاهتزاز الفيزيائي الجاف وتقوم محولاه لنبضة كهربائية، مجرد اشارات كهرومغناطيسيه ميته. الاشاره دي بتمشي في سلك العصب البصري وتروح لاخر حته في نافوخك من ورا، الفص البصري. وهنا بتحصل المعجزه، المخ بياخد نبضات الكهرباء الميته دي ويقوم بدور المخرج العبقري، يعمل مونتاج سريع، يخترع لك شاشه سينمائيه ويعرض لك عليها اللون الاحمر اللي انت شايفه ده. الكون بره ضلمه كحل، والمخرج اللي منور الحفله وملونها قاعد جوه الجمجمه دي. ومن هنا صديقي البرنامج بنخبط في المعارك الفلسفيه، معضله اسمها ذا كواليا بروبلم. السؤال اللي هيفرتك دماغك، هل الاحمر المعروض قدامك ده احمر فعلا؟ يعني هل هو نفس اللون الاحمر اللي انا شايفه؟ تخيل لو انا بشوف التفاحه باللون اللي في مخك واسمه اخضر، وانت بتشوفها باللون اللي في مخي اسمه احمر. هل حصل مرة على مدار التاريخ ان اتنين اتعارضوا وقفشوا اللعبة دي؟ مستحيل. ليه؟ لاننا اتعلمنا الاسماء مش الاحساس. واحنا اطفال صغار بابا مسك التفاحة دي وقال لنا يا اولاد دي اسمها تفاحة لونها احمر، فاحنا اتفقنا على الاسم اللفظي في القاموس، لكن الشاشات اللي جوه نافوخنا كل واحد وعرضه الخاص. انت مستحيل تقول ان دي لونها اخضر، لان كلمة اخضر في مخك متبرمجة على لون تاني خالص. تقدر تقول كده ان احنا عايشين في اتفاق لغوي كامل، بمعنى ان مخك عارض لك نسخة من الكون متفصلة على مقاسك انت. مفيش سلك ينفع اوصله بين مخي ومخك عشان اشوف شاشتك. ولو ابوك علمك الاسماء وانت صغير وجدك علم ابوك، فهنوصل بشكل تسلسلي للانسان الاول. الكواليا بتقول لنا بشكل منطقي ان الانسان الاول اتعلم الاسماء كلها، والموضوع مش الوان بس. لما تسمع صوت الميه في شلال او صوت رياح الشتاء وهي بتخبط في الشباك، احنا متفقين على اسماء، عارفين ان دي ميه وده هوا، بس طعم الرنين وهيبة الصوت جوه نافوخي مستحيل تعرف هي عندك ولا لا. لما تاكل مانجا مثلا ومخك يعرضها عليك ان هي حته من الجنه، وصاحبك يتقفل منها، الكيمياء واحده، بس الكواليا والترجمه الاخيره جوه النافوخ مختلفه تماما. حتى الألم لما دبوس يشكك، طعم لسعة الوجع جوه روحك سر ما يعرفوش غير اللي خلقك. طيب لو كل واحد فينا جزيرة مختلفة، ليه مفيش هرجلة في الموضوع؟ ليه مفيش واحد بيصحى الصبح يلاقي البحر بقى لونه برتقاني والزرع بقى فوشيا مثلا؟ وهنا بقى بنقف قدام سؤال علمي ومنطقي في غاية الذكاء. لو الموضوع كله جه بالصدفة والعشوائية، ايه اللي جاب التطابق والمزامنة المرعبة دي؟ الجهاز العصبي البشري مش شغال بمزاجه ولا بعشوائية، ده نازل من المصنع بسوفت وير موحد، سوفت وير صارم للنوع البشري كله. التطابق والمزامنة المرعبة دي بين موجة جافة بره طولها 700 نانو متر، وبين مستقبلات مظبوطة في عيني، وبين فص بصري بيترجمها لنفس الكود البصري اللي بيحميني ويخليني اميز ما بين تفاحة فاسدة وتفاحة تانية ما ينفعش تتاكل. ده مش وهم عشوائي وهبد، ده تصميم موجه وقصد محفور في كتالوج المصنع بتاعنا الدي ان ايه، عشان نفهم بعض ونعرف نعيش.
الهندسة اللي الكون اتبنى بيها ما سابتش دماغنا للصدفة، دي محطوطة بسيستم موحد لكل البشرية عشان المكت الفلين اللي هو الكون يترجم لقانون مشترك إنساني موحد. وعشان البني آدم يعرف حجمه وما يغترش بذكائه، احنا بنشوف الكون كله من خرم إبرة ب3 مخاريط ألوان بس. في كائن تاني عايش معانا في نفس الكوكب اسمه جمبري المانتس. الكائن ده عنده 16 مخروط للالوان، بيشوف الالوان الاشعه فوق البنفسجيه وتحت الحمراء، بيشوف الوان احنا مستحيل نبتكرها او نتخيلها حتى في دماغنا. ده معناه ان بره في الماكت الفلين ده او الكون ده في حفله الوان مرعبه وضخمه احنا ما نعرفش عنها اي حاجه، احنا حرفيا ممنوعين من دخولها. معروض لنا نسخه محدوده ومصغره بس. المخ مش بيضحك عليك، المخ مترجم صادق بيفك شفره الكون اللي مكتوبه بالحبر السري بالاسماء اللي اتعلمها الانسان الاول واخدناها منه بالنقل. بص يا صديقي، الكواليا مش مجرد نظريه في كتاب، دي رساله مكتوبه بالحبر السري جوه اصل وجودنا. اولا بتفهمنا السر ورا حقيقه الانسان الاول اللي نزل الارض وهو معاه المفتاح، واللي ورثنا الاسماء عشان تكون هي الجسر الموحد اللي بنتقابل عليه، واللغه اللي بتخلينا نفهم بعض. ولولا الاتفاق على الاسماء دي من زمان كل بني ادم تاه في الشاشه اللي جوه دماغه. ثانيا ان الكواليا بتقول لنا ان الدنيا بروعتها وبريقها هي في اصلها مجرد ماكت فلين، لا طعم ولا لون ولا ريحه، ومخنا هو اللي بيلونها عشان نعرف نعيش. ودي اشاره علميه بتقول لنا ان الوجود اللي احنا فيه مش هو الحقيقه، مجرد نسخه تجريبيه ومصغره ومتفصله على قد حواسنا الارضيه المحدوده عشان نشتاق ونفهم ان في نسخه اصليه اجمل بكتير، نسخة مفيش فيها من الكون إلا الأسماء. وده مش بس للحاجات المادية على فكرة، ألمك وحزنك هنا هو مجرد ظل باهت ومصغر ومحدود مقارنة بالمشاعر الحقيقية الكاملة اللي هناك. والسعادة هنا هي مجرد عينة مجانية مصغرة بتشوقنا للسعادة المطلقة اللي هناك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، تعمل لايك شير سبسكرايب وتكتب رأيك في تعليق. سلام.